وهركنها تحت العجينة اللي عندي اللي باقية، هتخمر معاها، مش لازم اقعد اعجن فيها. مش بشوك خالص الميني بيتزا باي شوكة ولا اي حاجة. الصوص اهو تحفة، الصوص ده ممتاز، جربيه بس وقولي رأيك فيه ايه. هسيبلك الفيديو بتاع الصوص في اخر الفيديو دوت على طول. هبدأ اوزع الصوص على على العجينة اللي عندي كلها. طبعا انا مش ده العجينة كلها، انا فايضة عندي تقريبا 3/4 العجينة اللي عجناها، يعني دي ربع العجينة. ما شاء الله الكمية دي تعملك حوالي 2 كيلو ونص بيتزا، ميني بيتزا. هتعملك 2 كيلو ونص، ما شاء الله. اصحاب المشاريع بجد ده اكتر صنف بيطلب معاكم، وبالذات ايام المدارس. حطيت الزيتون، وهنا كنت محضرة بقى شوية فراخ كده، بس انا كنت عاملاها للبيتزا اللي هناكلها في البيت، اللي هي البيتزا الكبيرة.